نريد نعرف رأيك أستاذ بالأحداث اللي دا تصير. أكيد أخي الكريم، لكن أولا لازم نرجع إلى الماضي ونربطه بالحاضر لنعالج المستقبل. في الثقافة الآشورية ووفقا للتقويم الآشوري القديم، هذا الشهر هو آذر يرخد رخواثة بيشه. آذار شهر الأرواح الشريرة والطاقات السلبية، اللي هو الشهر الأخير من السنة. نتأمل ونفكر ونعكس كل اللي صار بالسنة حتى نشوف وين كانت الأرواح الشريرة والأشياء الطاقات السلبية اللي لاحقتنا، نتخلص من عدها لكي نبدأ السنة جديدة بالأفراح والحب اللي هو الربيع. ومع العلم أنه الآن أغلبية الناس لازم تكون المفروض في حالة صيام، من أهلنا المسلمين والمسيحيين وكثير الناس من الديانات الأخرى التي أيضا تصوم وتصلي، والأحداث تصير بهذا الشهر. هذا الشيء بحد ذاته شيء مال تأمل، مال تفكير، لماذا هذا؟ أما الأحداث عندي قراءتين، وراح أشارك القراءة الأولى ثانيا والقراءة الثانية أولا. أمريكا ضربت آية الله خامنئي بالتحديد وقتلته، وعلى أساس راح تسقط النظام وتنطي الحرية للمرأة والحرية الكاملة للكل والاقتصاد المزدهر بإيران، وتسوي إيران جنة كما فعلت مع العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا وفنزويلا ويوغوسلافيا وهكذا. أولا، هاي كلها مجرد تمثيلية، مسخرة كوميدية. أمريكا تريد تجر كل شعوب المنطقة في حرب من خلال إيران حتى تضعفها وتذهلها وتقلل من قيمتها. بعدين المنطقة تنادي يا أمريكا تعالي انقذينا، تجي أمريكا تنقذ الكل وترسم خارطة جديدة للبلد. ماكو بعد بلدان، أقاليم، مناطق، كلها قطعة وحدة، معايير جديدة ومفاهيم جديدة، حالها حال أوروبا وأمريكا وهكذا. كل المنطقة راح تصير قطعة واحدة، جنة جنة، هيك وهيك، جنة 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 يا وطننا. حبي لكم.